طبعا من بعد هذا الفيديو راح اعتزل من تيك توك واشتغل بكشك مال برجر. بس ب1000 ونص راح اخليك تاكل اطيب لفه همبرجر، وبالاخص مدينه الصدر قطاع 17. قد حلو من اساعد اهل منطقتي بهيك فيديوهات بسيطه، ونرجع ونقول لفه برجر ب1000 ونص. تعالوا خلنا نراويكم اللفه. وطبعا هذا المطعم اختصاصه بس برجر. اول شيء نبدا بعمل البرجر، نقطع الصمون البرجر، وثاني شيء راح نمطر صمون البرجر بالفنجر. وما تحلى لفه البرجر اذا ما بيها الكاتشب والصلصه مالتهم همين ما ننساها. وهسه كبل عندنا البرجر، وتعالوا خلينا نجربه ونقيمه لكم من 10. وهسه جهز عندنا اللفات، تعالوا خلينا نقيم. للمعلومه طبعا انا الوحيد اللي نزلت بيبسي لان انا احب البيبسي وجماعتي يحبون البيبسي الدايت. يا اخي من شلت اللفه هيسه تريد تنشلع بيدي. شوفوا لي علامه الجوده باللفه وكميه الاستواء بالبرجر. خلي ناكل ونتذوق ونقيمها لكم من 10. وصدق يا اخوان المحتاج اعلان كل ما عليه راس خاص. واول واحد نخلي المقيم مالته الرئيسي مهدي يقيم اللفه وقيمها 8 من 10. وهسه اجى الدور اللي تعالوا خلينا نذوق اللفه وقيمها لكم من 10. طبعا انا راح اقيم اللفه 8 من 10. وما ننسى يوسف همين قيم اللفه 7.5 من 10. وللمعلومه همين متوفر عندهم الشاي، وتقدر تباوع على هاي الشاشه لعبات مباراه. او احلى شيء لقيته بهذا المطعم صوره الشهيد محمد الصدر قدس الله سره. واليوم كانت تجربتي باحد الكشكات البسيطه. واذا شفت الفيديو اتمنى تدعموني باللايك والمتابعه.